بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. الزمالك داخل على مواجهه قويه جدا قدام انبي غدا في استاد القاهره الدولي. المباراه اللي هتكون الساعه 5 مساء ضمن الجوله الرابعه من مرحله التتويج، والمباراه شكلها مش سهل اطلاقا. الابيض عنده غيابات مؤثره قبل اللقاء. عمرو ناصر خارج بسبب الاصابه، ومحمد اسماعيل موقوف، ودي غيابات مهمه جدا. كمان في غيابات فنيه تشمل سيف جعفر واحمد حمدي وبارون وشينج ومحمد صبحي، وده بيدي مؤشرات إن الجهاز الفني عنده رؤية معينة للمباراة واختيارات خاصة. لكن الخبر السعيد لجماهير الزمالك عودة المغربي محمود بن تايك بعد التعافي من إصابة العضلة الضامة، واللاعب أصبح جاهز إن شاء الله، ودي إضافة قوية جدا خصوصا على الجبهة اليسرى. المباراة قد تكون مباراة حلول تكتيكية. هل يعتمد الزمالك على الضغط المبكر؟ هل عودة محمود بن تايك تمنح الفريق قوة هجومية من الطرف؟ وكيف يعوض الأبيض غياب محمد إسماعيل دفاعيا؟ الزمالك دخل لقاء منتشي بعد الفوز على بيراميدز بهدف خوان بيزيرا، والجمهور ينتظر استمرار الانتصارات ومطاردة القمة. مواجهة إنبي ليست مجرد 3 نقاط، لكنها اختبار جديد لشخصية الفريق في مرحلة الحسم. وده كان الفيديو بتاعنا عن غيابات الزمالك قدام إنبي. نشكركم على حسن المتابعة، ويا رب التوفيق لنادي الزمالك في المباراة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.